اهلا وسهلا. بقرا في كتاب انا قادم ايها الضوء لمحمد ابو الغيط، الله يرحمه ويغفر له. ومحمد ابو الغيط كان بيعاني من مرض السرطان قبل ما يتوفى، وبيتكلم في نقطه الحقيقه، نقطه المثاليه، وان احنا على طول نتعامل مع الامتحانات في حياتنا. وهو في حالته بيتكلم على مرض السرطان، ان احنا نتعامل مع الموضوع ده ان احنا لازم ننتصر عليه، وان هو حاجه لازم نغلبها. ومحاربي السرطان، وان على طول بنشوف الكانسر سرفايفرز بيتكلموا زي على قصتهم ان هم قدروا يحاربوا السرطان، وان احنا نضفي شيء من المثاليه على الانسان، بمعنى ان اللي ما قدرش ان هو يحارب السرطان وخسر المعركه قدام السرطان، كلمه بقى خسر المعركه قدام السرطان هي دي اللقطه اللي هو بيتكلم فيها. وفي اخر المقطع بيقول كلمه جميله جدا، بيقول نحن بشر ولسنا آلات. فكرة ان هو الموضوع مش موضوع صراع وان انت لازم تكسبه، انت بتسعى للتعافي وبتسعى ان انت تخرج من اي امتحان ربنا بيحطنا فيه، لكن في الاخر احنا بشر. فان انت وانت في الامتحان تحس ان انت في مشكلة، او تحس ان انت ساعات مش قادر، او تحس ببشريتك، ده احساس طبيعي. فكرة المثالية، وان انت تكون على طول في الكومبيتيشن مود، وان انت تكون على طول زي ما الامريكان بيقولوا on top of your game، ده حاجه مش طبيعيه، وحاجه في الاخر بتؤدي للعكس، بتؤدي ان انت بتحبط ومش بتقدر ان انت تواصل الموضوع ده، فبتحس ان انت محبط ومش قادر تكمل. ليه؟ لان انت بتخرج من بشريتك، بتخرج من احساسك الطبيعي بالضعف. احنا لازم نعترف ان احنا عندنا ضعف، وان احنا مش بنقدر ان احنا نكون محاربين 24/7. ففكره البشريه وان احنا بشر ولسنا الات فكره مهمه قوي، عشان تكون انت متصالح مع نفسك في الاوقات اللي انت بتكون ضعيف فيها، وان انت تدي نفسك سبيس ان اتس اوكي، ان يوم بكون ممكن ما اكونش قادر، بس احاول اريكفر عشان اكون قادر تو فايت فور انذر داي. شكرا جزيلا ونراكم على خير.